تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة فريقه أمام الجيش الملكي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا، ويلتقي الأهلي مع نظيره الجيش الملكي في 6 مساء غد الأحد في الجولة 6 والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأوضح الشناوي في تصريحاته للمؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الأهلي سيخوض مواجهة الجيش الملكي بروح كل المباريات بحثاً عن الانتصار وإسعاد الجماهير التي ستكون حاضرة في المدرجات لدعم الفريق. وأضاف أن اللاعبين دائماً ما يشعرون بالسعادة في وجود الجماهير داخل الملعب، مؤكداً أن دعمهم يمثل دافعاً كبيراً للفريق لتقديم أفضل أداء. واختتم الشناوي تصريحاته على أن الأهلي يسير بخطوات مميزة في البطولة، وأن الهدف الأساسي هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز. تحدث ياسي توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا، ويلتقي الأهلي مع نظيره الجيش الملكي في 6 من مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: خضنا لقاءين على أرضنا إلى الآن في دور المجموعات، وغدا ستكون ثالث مباراة للفريق، متشوق للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي العظيمة غدا لتشجيعنا في مواجهة الجيش الملكي. وأضاف: لقد تأهلنا بالفعل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن هدفنا في كل مباراة الفوز، ونعلم أن مواجهة الغد أمام الجيش الملكي ستكون صعبة وقوية، لا سيما أن الفريق المغربي يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لحسم الصعود. وأوضح المدير الفني أن الأهلي يخوض كل مباراة بهدف الفوز، معربا عن أمله أن يكون هناك أداء قوي وأن يظهر الفريق غدا بالصورة التي يستحق عليها أن يكون الفريق المتأهل كأول المجموعة. وأشار إلى أن أولوية الفريق الأولى كانت التأهل ثم الصعود كأول المجموعة، إلى جانب تحقيق الفوز الثالث للفريق في مرحلة المجموعات على ملعبه. وتابع توروب: سبق أن تواجهنا مع الجيش الملكي الذي يضم لاعبين مميزين، وأتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة. وأكد أنه تحدث مع إمام عاشور أمس وطالبه بالنظر إلى المستقبل والتعلم من أي أخطاء، وأشاد بالأداء الذي قدمه اللاعب مع الأهلي طوال الفترة الماضية. في إطار خطة الإعداد المبكر لبطولة كأس العالم 2026، يكثف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته الفنية من خلال برنامج قوي يستهدف رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية، مع التركيز على مواجهة مدارس كروية مختلفة قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب. واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إقامة معسكر مغلق خلال شهر مارس 2026 يتضمن خوض مباراتين وديتين قويتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، على أن تقام المواجهتين في دولة قطر. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية فنية تهدف إلى الاحتكاك بمنتخبات ذات مستويات متنوعة، حيث تمثل مواجهة السعودية اختباراً عربياً تنافسياً، بينما تعد مواجهة إسبانيا تجربة قوية أمام أحد أبرز مدارس الكرة الأوروبية، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم العناصر بشكل شامل قبل الاستحقاق العالمي. في سياق متصل، كشف مصدر داخل منتخب مصر لموقع بطولات أن هناك قناعة كبيرة داخل الجهاز الفني بإمكانات الظهير الأيسر محمد شكري، خاصة في ظل الحاجة لتدعيم هذا المركز بعد إصابة محمد حمدي لاعب بيراميدز. وأوضح المصدر أن محمد شكري يمتلك قدرات فنية وبدنية تحظى بإعجاب الجهاز الفني، إلا أن شرط الانضمام للمعسكر المقبل يتمثل في مشاركته بصفة أساسية ومنتظمة مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لضمان الجاهزية الكاملة قبل إعلان قائمة مارس. ويرى مسؤول المنتخب أن الاستمرارية في المباريات الرسمية عامل حاسم في تقييم أي لاعب مرشح للانضمام، حيث يسعى الجهاز الفني للاعتماد على عناصر جاهزة من الناحية البدنية والفنية وقادرة على تنفيذ التعليمات التكتيكية في مواجهات قوية بحجم وديات مارس. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دقيقة لمستوى اللاعبين المحليين والمحترفين تمهيدا لحسم القائمة النهائية للمعسكر. تنطلق بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يونيو بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة في نسخة استثنائية من حيث عدد المنتخبات ونظام المنافسات. وتستضيف البطولة 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم مشترك يعكس التوسع الكبير الذي يشهده الحدث الكروي الأهم عالميا. كشفت تقارير صحفية اتخاذ نادي ليفربول الإنجليزي قراراً بعرض الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالريدز للبيع. ويخوض محمد صلاح موسمه الثامن رفقة النادي الإنجليزي، وقد شهد متغيرات كثيرة بدءا من عدم الاعتماد عليه أساسيا من قبل مدربه الهولندي آرني سلوت وتصريحاته الإعلامية التي سببت أزمة ضخمة قبل رحيل اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.
كما أن صلاح يعاني من مشكلة تهديفية أمام المرمى، إذ لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة للغاية، لذلك أصبح الحديث عن رحيله كثيرا في تلك الآونة. ووفقا لموقع فيتشاجز، فإن نادي ليفربول قرر بيع محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي 2025-2026، واتخذ النادي هذا القرار ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق في حقبة ما بعد محمد صلاح، كما أن النادي يخشى رحيل اللاعب مجانا بعد نهاية عقده الموسم المقبل. وأفاد الموقع المذكور بأن إدارة ليفربول ترغب في رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي حتى يتحصل النادي على مبلغ مالي كبير يعوض حجم الإنفاق الذي حدث في الميركاتو الماضي، مع توفير راتب النجم المصري الكبير بالطبع. وذكر أنه على الرغم من أن صلاح قد استعاد مكانه في التشكيل الأساسي بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، إلا أن الأجواء في غرفة الملابس لا تزال متوترة للغاية. واختتم الموقع بأن بيع محمد صلاح وتوفير راتبه الكبير سيؤمن أرني سلوت ويساعده في اختيار صفقات جديدة تخدم الفريق أكثر ضمن خطة إعادة الهيكلة التي يقودها المدرب الهولندي. يذكر أن صلاح لم يقدم مستوى جيد ذلك الموسم عكس المعتاد عليه في المواسم الماضية رفقة ليفربول، حيث لم يسجل إلا 4 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوروبا. برشلونة يوجه شكوى إلى الاتحاد الإسباني بسبب مواجهة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا. أبرز مطالب برشلونة: توحيد المعايير التحكيمية، تحقيق مساواة في المعاملة بين الأندية، نشر تسجيلات الفار بالكامل لزيادة الشفافية، وضع لائحة تأديبية واضحة للحكام في حالات الأخطاء الجسيمة، اتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الحالات مستقبلاً. برشلونة أكد أن الشكوى لا تستهدف التشكيك في مهنية الحكام، بل تهدف لضمان العدالة والشفافية وحماية نزاهة المسابقة.